السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ منورني ومشرفيني في قناتي. صباحكم زي العسل والفل والسكر. النهاردة معانا بقى عزومة عسل عسل عسل. يلا نبدأ بقى ونشوف هنعمل ايه النهاردة في العزومة بتاعتنا. عزومة جامدة جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده شكل الاكل يفتح النفس. دي الحاجات اللي انا اشتريتها عشان اعمل بيها العزومة. ونبدأ بقى العزومة. بصوا كمية البصل دي كلها انا بشرها بايدي، مش بكبة ولا اي حاجة. انا بحب البصل المبشور بالايد، بيديني نتيجة افضل. بصوا ما شاء الله كده. هنبدأ اول حاجة نعملها ايه؟ هنحضر الكفتة ونعمل الصلصة بتاعة المحشي، وهنعمل كمان التسبيكة بتاعة البزلة. انا اليوم ده صحيت من الصبح بدري جدا عشان الحق بقى اعمل اكلي واحضر حاجتي قبل ما ضيوفي يجوا. بصوا هاخد نص كمية البصل. انا معايا حوالي كيلو لحمة، هحط عليه حوالي كيلو الا ربع من البصل. وهحط ايه كمان؟ بصوا عصرة المية بتاعة البصل خالص عشان اللحمة تتصبع معايا بسهولة وتبقى ماسكة نفسها كده، ما تبقاش ايه طرية ومش حلوة. هبدأ بقى اقلب كده بقى الكفتة بتاعتي. اهم حاجة في الكفتة ايه؟ ان انا اقلبها او اعجنها في بعضها حلو جدا. هحط بقى مكوناتي وبهاراتي اللي هحطها. انا ما بحبش المكونات كتير في الاكل، او البهارات الكتير في الاكل. حطيت ايه على الكفته؟ حطيت ملح وفلفل وجوز الطيب وشويه من البصل البودر. كده كانت الكفته بتاعتي زي العسل ومش محتاجه ان انا احط لها اي اضافات تاني. عرفنا حطينا ايه على الكفته؟ كيلو لحمه مفرومه، عليها كيلو الا ربع من البصل، عليها ملح وفلفل اسود وجوز الطيب وبصل بودر. وكده مكوناتي زي العسل. هتطلع حبه كفته ولا كفته الحاتي، حاجه كده عسل 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 زيكم بالظبط. اقلب الكفته بقى زي ما انتم شايفين كده. وقلت لكم اهم حاجه في الكفته ايه؟ انك تعجنيها في بعضها حلوه قوي قوي قوي، وتسيبيها تستريح في التلاجة مش اقل من ربع ساعه. ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، تشمع كده. وتيجي تشتغلي بيها تلاقيها ايه؟ ماسكه نفسها وبتتصبع معاكي بسهوله، مش بتتهري منك ومش بتفرط منك وتبقى زي العسل. هعمل ايه بقى؟ الخطوة دي مهمة جدا 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 في الكفتة. هجيب مية البصل اصفيها، وهجيب كمان ايه؟ شوية يعني نص كوباية من مية البصل ونص كوباية من عصير الطماطم. هصفيهم الاتنين زي ما انتوا شايفين كده. واتبل المية دي برضو بتتبيلة الكفتة. جوز الطيب، ملح، فلفل اسود. بس ما تكتريش، خليها حاجات بسيطة كده من الملح والفلفل الاسود. بصوا حطيت رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود وهقلبها. الميه دي هعمل بيها ايه؟ هقول لكم دلوقتي هعمل بيها ايه. كده الكفته اتشمعت معايا في التلاجة، وحضرت الميه بتاعتها كمان اللي هصبع بيها. وهبدا هصبع على السيخ الشوي كده زي ما انتم شايفين عشان تطلع شبه كفته الحاتي بالظبط. بصوا ما شاء الله على الكفته، حاجه كده. بصوا ماسكه نفسها ولا بتتهري ولا بتفك من ايدي. بصوا ما شاء الله. هبل ايدي بقى كده وامسح بيها صبع الكفته من بره قبل ما اطلعه من السيخ. بس كده. كده الكفته بتاعتي جاهزه على ايه؟ على الشوي او على ان هي تخش الفرن. حبه كفته يستاهلوا بقكم بجد. حاجه كده كانت كانك قاعده في مطعم كده مشاوي بتاكلي احلى كفته ممكن تاكليها في حياتك. في ناس بتحط بيكنج باودر على الكفته، بس انا المره دي حبيت اعملها عاديه جدا. هعمل لكم الكفته بالبيكنج باودر مره تانية باذن الله. نبدأ بقى وهنعمل ايه؟ هنعمل خلطة المحشي. فاكرين السمنة دي ايه؟ السمنة دي اللي انا مسيحاها بالزيت واللبن. ولو عايزين تشوفوا فيديو اللي هحطه لكم في صندوق الوصف عشان ترجعوا وتشوفوا الفيديو بتاع اللي اتسيحت ازاي. هحط كده معلقة حلوة من اللي ومعلقة حلوة من السمنة، وهحط معلقة من الزيت. الكمية كلها تكون قد بعض. تمام. وهنزل بقى بايه؟ بالبصل. هشوح بقى شوية بصل حلوين كده. انا عملت برضو حوالي كيلو او كيلو الا ربع من البصل زي ما انتوا شايفين كده. حوالي كيلو الا ربع، مش كيلو يعني. تمام. هبدأ بقى ايه؟ اقلب فيه كده واحط له ملح وفلفل واسيبه ياخد ويدي كده لحد ما احس ان البصلايه دبلت. نسينا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الاكل في العزومات والاكل عموما ووقفة المطبخ ما تحلاش الا بذكر الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طول ما انت واقفة وحاطه ايدك في الاكل اذكري الله وصلي على الرسول، هتعملي اكل زي العسل زيكم كده بالظبط.
زي ما انتوا شايفين كده حطيت الملح والفلفل الاسود، وهسيب البصله بقى تاخد وتدي مع نفسها في السمنه لحد ما تدبل كده معي. انا مش بحمر البصل، انا بس بخليها تستوي شويه عشان احط عليها بقى الصلصه بتاعتي واسيبها تتسبك. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. البصلة كده هي استوت ودبلت معايا، هنزل عليها بايه؟ هنزل عليها بصلصة من المعلبة. ليه؟ عشان تديني لون وريحة كده حلوة للصلصة. الصلصة المعلبة بتدي لون كويس جدا جدا، وانا حابة المحشي بتاعي النهاردة يطلع لونه احمر كده وايه وجميل. بس مجرد تقليبة للصلصة دي عشان تضيع المواد الحافظة اللي فيها، وهنزل على طول بكمية الصلصة بتاعتي. انا عامله حوالي 5 كيلو طماطم عصير، هسيب منهم حبه للتورلي بتاعي، والباقي هعمل بيه خلطه المحشي. حطيت ايه بقى؟ رشه من السكر، واوعي تنسي رشه السكر دي في اي صلصه بتعمليها. ليه؟ بتعادل مستوى الحموضه في الاكل، وبتخلي الطماطم ما تتعبكيش وما تتعبش معدتك. حطيت بهارات ايه تاني؟ حطيت ملح وفلفل وشطه وبابريكا. دي المكونات اللي انا حطيتها لصلصه المحشي النهارده. ما حطيتش اي اضافات تاني. هبدأ بقى في ايه تاني؟ في التورلي بتاعي، معلقة كده حلوة من السمنة البلدي بتاعتي، وهحط عليها ايه كمان؟ هسيحها حلو قوي، وابدأ اعمل التورلي بتاعي. هعمل النهاردة صينية تورلي من اللي قلبك يحبها، تورلي زي العسل، تورلي باللحمة، وهحط فيه بقى انواع الخضار اللي بنحبها كلها، وهتبقى طعمها زي العسل. والولاد، عايزه اقول لكم، الولاد لما شافوا شكل الخضار مع بعض كده فتح نفسهم واكلوا. وكان بقى ايه؟ شويه تورلي فيهم فيتامينات كده زي السكر. حطينا بقى ايه؟ السمنه، وسبت السمنه لحد ما ساحت، وهنزل ببصلايه كبيره. ركزي في بصلايه كبيره، لو ما عندكيش بصلايه كبيره حطي بصلتين صغيرين. هعمل بصلايه كبيره مبشوره، واول حاجه هنزل بيها في السمنه اللحمه، تاخد تشويحه حلوه كده. ويا ريت لو يكون في دهن زي ما انتم شايفين بقى ليا او اي حاجه عندك. انا جايبه حته اللحمه ملبسه. يعني ايه حته اللحمه ملبسه؟ يعني اللحم فيه دهن برضو، على اساس ان الطبيخ اللي بيتحط في الفرن ده لازم يكون فيه طعم كده يديله ايه، زي ما بنقول ريق او مرقه للطبخه بتاعتي. هحط بقى اللحمه وارش عليها رشه فلفل اسود، واديها تقليبه حلوه زي ما انتم شايفين كده لحد ما لونها يتغير، واحس ان هي ايه؟ استوت معايا. هنزل بعد كده بالبصله. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وادي البصلايه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وكده خلصت كميه البصل اللي انا عاملاها النهارده. انا تعبت قوي في البصل ده، عايزه اقول لكم قعدت اعيط في المطبخ. كمية البصل زي ما انتم شايفين كانت كبيرة، وقعدت عملتها كلها من المبشرة. انا بحب بصراحة في العزومات اتعب واعمل الحاجة كده عشان يبقى ليها طعم كده، والحاجة تطلع بنفس. اهم حاجة اما تخشي المطبخ خشي وانتي مبسوطة وفرحانة. وقفة المطبخ وانتي مبسوطة وفرحانة بتطلع لك حبة اكل والله العظيم لا يعلى عليهم. حبة اكل ما تعرفيش تعملي زيهم في اي يوم تاني. خشي كده وانتي مبسوطة وفرحانة، يطلع الاكل هو كمان مبسوط وفرحان معاكي. حطيت رشه من جوز الطيب والملح والفلفل الاسود على البصل واللحمه، رشه خفيفه قوي من الملح عشان ما تاخرش تسويه اللحمه بتاعتي. وهشوحهم بقى كده لحد البصله ما تدبل معايا برضو، مجرد تشويح بس، يعني مش تسويه ولا تحمير. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، افضل اقلب عشان البصله ما تلسعش مني. وهنزل بعد كده ايه؟ بنفس معلقتين الصلصه اللي احنا حطيناهم على المحشي. ليه؟ عشان صلصه التورلي بتاعي تطلع حمرا كده وايه، وزي العسل زيكم بالظبط. يا رب حبايبي الفيديو يعجبكم النهارده. والله العظيم بفرح جدا بتعليقاتكم وبلايكاتكم. ادعموني حبايبي، واعملوا لي لايك واعملوا لي تعليق. انا نفسي يبقى ليا عيله تانية وليا صحاب وليا حبايب. انتوا اصحابي وانتوا اهلي وانتوا عيلتي التانية. يا ريت ما تستخسروش فيا التعليق، اكتبوا لي تعليق حلو زيكم كده، وقولوا لي رايكم ايه في وصفاتي وفي القناه بتاعتي. ولو في اي تعليق قولوا لي عليه، وانا طبعا هغير الحاجه اللي مش عاجباكم في القناه بتاعتي. اهم حاجه يكون في تواصل ما بيننا، وفي ود وفي محبه. انتوا عيلتي التانية اللي هتكبرني، ويعني بيكوا القناه هتكبر وتبقى ليها
قيمة يعني. انا كده حطيت الصلصة بتاعت الطماطم اللي انا عصراها، وحطيت ملح وفلفل وبابريكا وحتة من الفلفل الحامي كده زي ما انتوا شايفين. وما تنسيش ايه، رشة السكر، اهم حاجة رشة السكر، يا سكر انتي وهي. هقلب بقى الصلصة بتاعتي كده واسيبها ايه تغلي كده وتاخد وتدي مع نفسها. وصلصة المحشي كمان بتغلي وتدي مع نفسها. ودي الكفته ماما حبيبه قلبي ربنا يبارك فيها، هي صبعتها لي بقى كلها زي ما انتم شايفين كده وجهزتها لي. باقي الميه اللي اتبقت من الكفته هعمل بيها ايه، همسح بيها الكفته طول ما هي في الفرن بفرشه كده حلوه من بتاعه المطبخ. وطول ما الكفته في الفرن تعوسي الفرشه من الميه اللي احنا عاملينها، وزودي عليها معلقه من الزيت، ميه البصل وميه الطماطم ومعلقه من الزيت، ودهني بيها وش الكفته طول ما انتي شغاله في الفرن معاها. حطيت بقى الايه الخضار بتاعي جوه الصلصه. الخضار بتاعي كان عباره عن ايه، بصل، الجزر، بطاطس، كوسه، بزله وفاصوليا. ده الخضار بتاعي اللي انا عملت بيه النهارده الطول، بطاطس وجزر وكوسه وبزله وفاصوليا. كل الكميات تعتبر قد بعض زي ما انتم شايفين كده. واقلبه تقليبه حلوه واسيبه لحد ما يغلي. بعد ما يغلي هعمل ايه، هقفله وادخله في الفرن. انا بعد ما اخدت الصينيه حسيتها صغيره، هنقلها في صينيه تانية وهوريكم هعمل ايه فيها بالظبط. دي صلصه المحشي زي ما انتم شايفين كده قربت تتسبك. هشوف بقى ملحها واظبطها. قورنا الكوسه وقورنا الفلفل وقورنا البتنجان وخرطنا الخضره بتاعتنا. وهوريكم بقى هنعمل ايه في المحشي بتاعنا. بصوا الكوسه بشرشرها من بره بتدي شكل حلو قوي للكوسيه بعد التسويه. وهقورها بقى بالمقوره زي ما انتم شايفين كده. انا بقطع الراس بتاعت الكوسه وبشيل الحته اللي بتبقى من تحت في الكوسيه وبقورها زي ما انتم شايفين كده بتبقى زي العسل. انا هعمل النهارده حبه محشي بجد طعمهم كان روعه روعه بجد. العزومه النهارده كانت جامده جدا، او العزومه بتاعتي كانت جامده جدا. هي ما كانتش النهارده، العزومه جامده جدا وحلوه جدا. ما بحبش الوصفات الكتير في العزايم، بحب هو صنفين 3 بس في الاكل. طب ليه ما بعملش اصناف ياما؟ لان انا لو معزومه عند حد وعامل اصناف ياما مش هبقى عارفه اكل ايه واسيب ايه، هبقى محتاره ومش هاكل كويس ومش هتبسط لاني ما اكلتش وما ركزتش في اكله واحده. فانا بحب اعمل العزومه بتاعتي صنفين 3 عشان اللي ياكل من اكله ياكل منها ويشبع ويحس بطعمها ويتبسط بيها. انا النهارده عامله العزومه بتاعتي عباره عن فراخ تكه ورز اصفر مبهر، ورز مبهر. وعملت كمان ايه الكفته بتاعت الحاتي بتاعتنا. وعملنا محاشي بكل انواعها، كرنب، كوسه، بتنجان وفلفل. ما عملناش ورق العنب ليه؟ لان بصراحه ورق العنب المفرز ما بيعجبنيش. انا بحب ورق العنب وهو الموسم بتاعه طازه. والحقيقه انا السنه دي ما خزنتش وما فرزتش ورق عنب، فطبعا مش هشتري المتفرز الجاهز لانه ما بيعجبنيش. لو انتوا بقى تعرفوا طريقه حلوه لورق العنب او يعني حد يكون بيبيعه في اسكندريه مضمون وحلو والتخزين بتاعه زي التخزين البيتي، يا ريت تقولوا لي في التعليقات. لان انا بحب ورق العنب جدا وبحب اقدمه في العزومات بتاعتي، بس ما بحبش المتفرز بتاع الشركات، ما بيعجبنيش. لو انتوا عارفين حد بيبيع ورق العنب المتفرز وعلى ضمانتكم حلو ابعتولي في التعليقات وقولولي وانا اكيد هجربه باذن الله. انا كده قورت الكوسه، هبدا بقى ايه احضر كمان البتنجان. الحاجات اللي بتطلع من الكوسه دي انا ما برميهاش، بحطها في قعر الحله بتاعتي. زي ما انتوا شايفين بقى كمان هتبل الفراخ عشان هحطها في التلاجة لحد ما اخلص كل حاجة عندي. الفراخ لازم تبات في التلاجة بالتتبيلة بتاعتها، او على الاقل تقعد 3-4 ساعات في التتبيلة قبل ما ادخلها الفرن. الفراخ بتاعتي النهاردة ايه، فراخ تاكا. طب ايه المقادير بتاعتنا؟ معانا معلقتين من الزيت، معلقتين من الصلصة، مية بصل على مية طماطم زي ما انتم شايفين كده، او مية بصل بس، علبة زبادي. معايا ايه كمان، معايا بابريكا، شطة، كركم، كاري، حبهان ولورا، قرنفل، ومعايا عصرة ليمون او معلقة من الخل، معايا جنزبيل وقرفة، ومعايا كمان انا حطيت كمان زودت عليها رشة من الزعفران البودر، وحطيت معاها توم بودر. دي كانت مقادير الفراخ اللي معايا.
همسك بقى الفراخ كده هخرمها كده او انغزها بالسكينه، وممكن تعملي فيها شقوق خفيفه بالسكينه، انا بس نغزتها بالسكينه. انا جايبه فراخ صغننه عشان لما تشوي ما تاخدش وقت معايا، لان دي طبعا هتتحط على شبكه كده وتشوي، وهوريكم بتتعمل ازاي. فانا حبيت ان انا اجيب حجمها صغير. بصوا فتحت بين الجلد كده زي ما انتم شايفين عشان ادهنها كده بالخلطه اللي معايا دي. واهم حاجه زي ما قلت لكم، خرموا الفراخ بالسكينه او اعملوا فيها شقوق خفيفه كده بالسكينه. نقول مقادير التتبيله بتاعت الفراخ كمان مره. معايا علبه زبادي، معايا معلقتين من الزيت، معلقتين من الصلصة، معلقتين من او ربع كوباية من مية البصل. تمام. معايا ايه كمان؟ معايا كاري وكركم وزعفران بودر، فلفل اسود وملح، حبهان، ورق لورا، قرنفل، ومعايا ايه كمان؟ جنزبيل وقرفة وتوم بودر وبصل بودر. تمام كده. ورشه من جوز الطيب كمان انا زودتها. هقلب بقى المكونات دي كلها في بعض كده، وابدا ادهن بيها الفراخ زي ما انتم شايفين كده، واشرب الفراخ من كل حته فيها بالتتبيله اللي معايا. بصوا من الجنبين كده زي ما انتم شايفين، وبدهنها. هحط بقى الفراخ بالتتبيله اللي هي فيها دي في التلاجة واسيبها مش اقل من ساعتين 3، وممكن تبيتيها يكون افضل طبعا. التتبيله دي بتخلي لحم الفرخه يستوي، وبتخلي لحم الفرخه يتشبع بالطعم بتاع التتبيله. عايزه اقول لكم ريحه القرنفل بقى والحبهان والحاجات اللي محطوطه في التتبيله دي روعه، والزعفران البودر والصلصه ادوها لون زي العسل. هتشوفوا لونها طبعا في اخر الفيديو. بصوا بقى باقي التتبيله. عايزه اقول لكم باقي التتبيله لما هحضر الفراخ، التتبيله اللي هتتبقى في العلبه بتاعتي او في الصينيه بتاعتي هستخدمها في ايه؟ طول ما الفراخ في الفرن بتشوي هفضل ادهن بيها وش الفرخ. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كمان بقى ايه؟ نبدأ نحضر البتنجان عشان الحشو. البتنجان ده انا بفضل كده الف فيه في الارض لحد ما يطرى معايا خالص ويبقى زي ما انتم شايفين كده طري جدا. هبدأ بقى اشيل الراس بتاعت البتنجان زي ما انتم شايفين كده بالسكينة، وهبدأ اقوره. هجيب المقوره بتاعتي واقوره عادي جدا زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تشتغلي بالراحه. هجيب ميه بملح واحط فيها البتنجان بعد التقوير. ليه؟ لان البتنجان لونه بيغمق بعد التقوير، بتلاقي البتنجانه من جوه اسودت. لو انا حطيتها في ميه بملح كده على طول مش هتسود ولا اي حاجه، تفضل معايا بيضه وزي الفل. احنا كده ايه؟ خلصنا الفراخ وحطيناها في التلاجة، وخلصنا الكفته، وخلصنا صلصة المحشي، وخلصنا كمان التورلي. هبدأ بقى احشي المحشي، وبكده هيكون وصفاتي النهاردة كلها تعتبر جاهزة. ما فاضلش بس غير الرز المبهر. انا بحب الرز بتاع المحشي ده يكون فيه صلصة بزيادة، لونه احمر وحلو كده. حطيت بقى شوية من خضرة المحشي. عبارة عن ايه خضرة المحشي؟ كزبرة وبقدونس وشبت. وحطيت الرز المغسول المتصفي كويس جدا جدا، وهنزل بقى بالصلصه كده وافضل اقلب فيه لحد ما يديني اللون اللي انا عايزاه. وادوق طبعا الصلصه لازم يكون طعمها مظبوط. هبدا بقى احشي المحشي زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه ما تكبسيش المحشي. يعني ايه ما تكبسيش المحشي؟ يعني خليه يكون مهوي شويه، ما تكبسيهوش بالرز، خلي فيه مساحه انه يتنفس مع الميه علشان لما الرز ينفش جواه ما يفرقعش منك، يطلع كل حاجه صباع بصباعه كده، حاجه زي العسل زيكم كده بالظبط. المحشي طبعا ليه تكاته وحركاته، واحنا النهارده عملناه بكل تكاته وحركاته. هوريكم بقى هنحشي المحشي بتاعنا ازاي، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بسيب حته صغننه كده من المحشي من فوق فاضيه، والصباع الكوسه ذات نفسه مش بكبسه قوي بالرز، لازم اسيبه مهوي شويه عشان ياخد ويدي كده في التسويه. وهحشي كمان الفلفل، وبرده لازم تسيبي فيه حته فاضيه وما تكبسيش الرز قوي جواه. زي ما انتوا شايفين كده بقى هحشي كمية المحشي بتاعتي كلها زي بعض، وبعد كده نبدأ نحشي الكرنب اللي معانا. النهارده كانت العزومه حلوه قوي، وصفاتها حلوه قوي، يا رب تعجبكم. وقولوا لي ايه رايكم، وقولوا لي كمان لو عندكم افكار لاصناف زياده ازودها جنب العزومه بتاعتي قولوا لي عليها، وانا اعملها لكم العزومه الجايه باذن الله.
انا بحس ان انا ما بحبش ازود اصناف زي ما قلت لكم. بس لو انتوا شايفين ان العزومه بتاعتي كانت محتاجه صنف تاني كمان قولولي عليه. لازم ناخد افكار من بعض، ولازم نكون بنساعد بعض بافكارنا علشان خاطر نعمل احسن ما عندنا يعني. انا نزلت لكم افكار العزومات بتاعتي، وقلت لكم انا بعمل ايه في العزومه، ووريتكم كل حاجه عملتها في العزومه بتاعتي. انتوا كمان قولوا لي افكاركم في العزومات، لو عندكم حاجه تاني بتزودوها او عندكم طريقه احسن في اي حاجه من اللي انا عملتهم قولوا لي عليها. ولو وصفتي عجبتكم قولوا لي برضو ان وصفتي عجبتكم. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انتوا شايفين كده بحشي المحشي وبسيب حته فاضيه في الفلفل من فوق وما ركبسهوش. عملت كمان كام قرن فلفل من الحامي ده عشان يديني كده ايه سنة حميان للمحشي، وبيدي شكل حلو كمان في التقديم. اهم حاجة في العزومات التقديم بتاع الاطباق والاصناف بتاعتك. العين بتاكل قبل البق. لازم السفرة بتاعتك تكون مترتبة ومتزوقة كده وشكلها ايه حلو، لان الضيف اللي جايلك قبل ما يبدأ اكل بيشوف شكل الاكل. شكل الاكل هو اللي بيفتح نفسك على الاكل. لو انت عاملة الاكل بطريقة مرتبة وشكله حلو، وطبعا عاملاه بطريقة حلوة وريحته طالعة زي العسل كده، الضيف اللي عندك هياكل ويتبسط. انا كده خلصت محشي البتنجان والكوسه والفلفل. هزود حبه صلصه لاني بحب الكرنب صلصته زياده شويه. هعمل ايه بقى؟ هبدا ارص الحله بتاعه المحاشي بتاعه البتنجان والكوسه، وهعمل تكه في البتنجان وقلت لكم عليها قبل كده وهقول لكم عليها تاني. انا البتنجان المحشي بتاعي لازم اديله تشويحه في الزيت علشان خاطر يطلع معايا ناعم كده زي الزبده. لازم لما بتعمليه زي ما هو كده بحس اللي هو بيشد معايا شويه، لكن لما بديله التحميره اللي بقول لكم عليها دي بيطلع ناعم كده وزي العسل. انا حطيت معلقتين كده 3 من الزيت، وهبدا احمر البتنجان بتاعي. مش تحمير، هو مجرد تقليبه كده في الزيت السخن. هبدا بقى ارص الكوسه، بوقفها برصها واقفه. لازم الخضار بتاعي او الكوسه انا بحب اعملها زي ما انتم شايفين كده موقفاها، مش بحب انيمها في الحله عشان تستوي حلو وتطلع معايا الواحده بوحدتها سليمه وزي العسل. انا النهارده صورت لكم بقى الكوسه والبتنجان وهما بيترصوا في الحله كمان عشان تشوفوا طريقتي في رص الحله بتاعه المحشي، عشان خاطر اللي ما بيعرفش يعمل الحاجات دي ازاي يعرف. الحاجات دي بقى بتبقى تكات للمبتدئين في المطبخ طبعا. عايزه اقول لكم كمان ان ممكن تعمليها في صينيه في الفرن، نفس الرصه دي كده في صينيه ودخليها الفرن يطلع معاكي حبه محشي زي العسل برضه. هحط البتنجان بقى، امسح البتنجانه من بره ما يبقاش فيها اي رز او اي حاجه عليها من بره، وادخلها على طول كده في الطاسه واسيبها لحد ما تاخد تشويحه على الجنبين واطلعها على طول. انا كده رصيت الحله بتاعتي زي ما انتم شايفين، سبت مكان طبعا للبتنجان عشان احطه. بصوا الخضار بتاعي واقف ازاي عشان خاطر لما يستوي يطلع سليم زي ما هو. لو حطيته نايم اللي تحت في قعر الحله هيتهري، واللي على الوش هيبقى مش مستوي، لكن هو لما يقف كده جنب بعضه بيطلع كله مستوي تسويه واحده. بتطلع الواحده بوحدتها. بيطلع طعمه زي العسل وسواه كمان مظبوط وزي العسل. تشويحه بس كده للبتنجان وهطلعه على طول ارصه في الحله. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا طبعا زي ما قلت لكم كنت صاحيه من بدري جدا وبدات احضر للعزومه من بدري. العزومه دي كانت يوم الجمعه. طبعا الضيوف كانوا جايين بدري بعد الصلاه بشويه كده، فانا طبعا قمت من حوالي كانت الساعه 6 الصبح او حاجه. وبدات اجهز في العزومه بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده كل حاجه كانت زي العسل. الاكل جهز بدري واستوى بدري وطلع طعمه قمر وعسل عسل عسل. انا كده حمرت البتنجان بتاعي كله وخلصت. ماما بقى صحيت وقالت لي انا لازم اعمل لكم بقى الفطار. قامت هي حضرت لي الفطار كده، ربنا يبارك فيها وفي صحتها ويخليها لينا يا رب، وتعمل لنا الحلو كله دايما.
ويخلي بابا لينا ويوسع رزقه ويحفظهن يا رب من كل شر ومن كل سوء. دايما بيته مفتوح في الخير وفي الكرم. دايما بيته يكون بيت خير، ويملى بيتنا بالخير والرزق احنا وكل أمة محمد أجمعين يا رب العالمين. عايزة أقول لكم إن العزومات والضيوف بيجوا بخيرهم وبرزقهم. الضيف مش بيجي ياكل ويمشي، بالعكس البيت اللي بيبقى فيه ضيوف وفيه ناس يعني بتيجي وكده، البيت ده بيبقى مليان بالبركة والكرم من ربنا سبحانه وتعالى. خلوا دايما بيتكم مفتوح كده للعزومات وللأهل وللأصحاب وللقرايب. هيكون دايما عندكم الرزق والبركة من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يزيدني ويزيدكم ويزيد أمة محمد أجمعين من خيره ومن فضله ومن كرمه. ماما عملت لنا بقى طبق فول بالبيض زي العسل، حاجة كده تستاهل بقكم. طعمه كان حلو قوي. فطرنا بقى فطار ايه، حاجة سريعة وخفيفة كده عشان نبدأ نشوف هنعمل ايه في العزومة بتاعتنا. كده حلة المحشي بتاعتي اترصت، هنفطر ونبدأ بقى نحضر محشي الكرنب كمان. بكده كل حاجة هتكون جهزت معي. زي ما انتم شايفين كده الفطار كان فلافل وفول وشوية مخلل وطبق من الجبنة، وكده كان فطار زي العسل. فطرنا وشربنا الشاي ورجعنا بقى ايه نكمل المحشي. ماما ربنا يديها الصحة والعافية يا رب قعدت عملت معايا برضو المحشي بتاع الكرنب. بصوا بتعمل مثلثات حلوة قوي. بتعمل المحشي مثلثات بيبقى شكله بصوا زي القمر، بيدي شكل حلو قوي قوي قوي. بصوا بتلفوا ازاي. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا نقلت البزلة أو التورلي في صينية أكبر، وهغطيها زي ما انتم شايفين ورق زبدة ورق فويل، لأن الورق الفويل على الأكل مباشرة غير صحي. وهعمل ايه كمان الكفتة اللي معايا. هعمل ايه في الكفتة هتشوفوا دلوقتي. هعمل ايه انا كده هدخل صينية التورلي دي الفرن، وهحضر صينية الكفتة كمان وادخلها الفرن، والفراخ بتاعتي كمان هحضرها وادخلها عشان الاكل بقى يستوي، ونبدأ نشوف هنعمل ايه في يومنا بعد كده. هحط معلقه من السمنه كده على وش الكفته، وزي ما قلت لكم ميه البصل والطماطم اللي معاكي بتدهني بيها وش الكفته طول ما هي محطوطه في الفرن. يعني فودي 10 دقايق وافتحي اديها مسحه كده من ميه البصل وميه الطماطم والزيت اللي محطوطين على بعض، بتطلع معاكي زي القمر. هجيب صينيه احط فيها ميه، احط فيها ورق لورا، حبهان وقرنفل، وهحط عليها الشبكة وارص بقى ايه الفراخ اللي معي. هحط كمان قرفة عيدان، عود من القرفة. تمام، حبهان وقرنفل ورق لورا وعود من القرفة، وهحط شبكة زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ ارص عليها الفراخ اللي معي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله اخدت اللون. قعدت في التتبيلة وقت حلو، فاخدت من التتبيلة طلع طعمها حلو جدا. يفضل طبعا ان انت بعد ما تعمليها كده تلفيها بورق فويل وتسيبيها حوالي ايه نص ساعة الاول ملفوفة بورق الفويل، وبعد كده شيلي ورق الفويل وسيبيها تكمل تسوية. الفراخ دي قعدت قد ايه في الفرن؟ قعدت حوالي ساعة ونص في الفرن، في الرف الوسطاني في الفرن، وكل شوية كنت بفتح عليها وادهنها كده زي ما انتوا شايفين بالتتبيلة اللي معايا. طلعت حبة فراخ زي العسل. دي بقى الشوربة بتاعت المحشي. الشوربة بتاعت المحشي عبارة عن ايه؟ مرقة لحمة، حطيت فيها صلصة، ملح، فلفل اسود، شطة وبابريكا. وبكده المية اللي هسقي بيها او المرقة او الشوربة اللي هسقي بيها المحشي جاهزة على ان انا احطها على المحشي. الناس اللي قالت لي ليه ما بتحطيش مرقة، لا بحط مرقة. دي مرقة لحمة اللي معايا النهارده، دي مرقه لحمه. بس انا بصراحه ما بحبش مرقه البط، فالعزومه اللي فاتت ما رضيتش احط منها. زي ما انتوا شايفين كده مكونات الرز بقى معايا. هبدا احضر المحشي. بصوا هسقي المحشي. اهم حاجه المحشي لما تسقيه تحركي الحله وتهبديها جامد قوي في الارض. بصوا ما شاء الله عشان الميه تنزل لاخر رف تحت. بتسيبي بس نص عقله فاضيه، او الميه تكون ملامسه اخر صبع معاكي في الحله.
هبدأ بقى اولع النار واحط الحلة كده زي ما انتوا شايفين على النار، وهسقي كمان البتنجان، وبرده بسيب عقلة من عقلة صباع كده فاضية ما فيهاش مية. هسقي بقى كده كمان البتنجان بالمرقة بتاعتي واحطه هو كمان على النار. كده بدأنا تسوية. حطينا التورلي والكفتة والفراخ في الفرن، حطينا المحشي على النار، وهنبدأ نحضر الرز كمان. بكده العزومة بتاعتنا هتكون جاهزة. خلصنا كل الأصناف بدري زي ما انتوا شايفين كده، الحاجة ما أخدتش وقت. يدوبك بس التسوية وهنبقى جاهزين للعزومة بتاعتنا. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حطيت معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنة. هنزل بإيه؟ كاري وكركم، ورق لورا، حبهان، قرنفل، قرفة عيدان وقرفة بودرة وزعفران بودر والملح وفلفل اسود طبعا. نقولهم تاني: ورق لورا، حبهان، قرنفل، قرفة عيدان وقرفة بودر، وكاري وكركم وبودرة زعفران وملح. هنزل عليهم ببصلة كبيرة مبشورة زي ما انتوا شايفين كده. والاول هدي البهارات تشويحة، وبعد كده هنزل عليهم بالبصلة على طول واقلبهم برضو لحد ما البصلة تتشوح معايا. بس هغسل الرز البسمتي. انا جايبه كيلو ونص من الرز البسمتي. اهم حاجه في الرز البسمتي انك تغسليه كويس جدا لحد ما الميه بتاعت الرز ما تبقى صافيه معاكي. انا ما نقعتش الرز، انا غسلته بس. في ناس بتنقعه، انا ما نقعتهوش، انا غسلته بس. هنزل بيه ياخد تشويحه مع البصله والبهارات كده، مجرد تشويحه بس. وهنزل عليه بميه مغليه او مرقه مغليه. يعني عندك شوربه حطي، ما عندكيش شوربه هتحطي ايه؟ ميه. انا فضلت ان انا اعمله النهارده بميه عادي جدا، عشان نبسط الموضوع على الناس. تمام. هغلي بقى الميه. انا عملت الرز قد ايه؟ انا معايا مكيال كبير بعيل بيه. المكيال بتاعي كان 2 مكيال من الرز. حطيت قد ايه بقى قصاده ميه؟ حطيت 2 الا ربع من الميه، يعني قللت كميه الميه. طب يعني ايه تاني؟ يعني انا لو عندي كوباية من الرز هحط كوبايتين الا ربع من المرقة او المية. هقلل شوية. في ناس بتقول الرز البسمتي ضعف كمية الرز مية. لا، انا النهاردة قللت عن الضعف شوية، يعني حطيت على كوباية الرز كوبايتين الا ربع من المية. قلت لكم انا عامله النهارده مكيالين من الرز، حطيت قصادهم 4 الا ربع ميه او مرقه مغليه. هقلبه بقى واسيبه لحد بقى ايه ما يقرب يتشرب كده. هلم البهارات بتاعتي دي من على الوش عشان لما نيجي ناكل ما تضايقناش طبعا في الاكل. ايه البهارات اللي هلمها واطلعها عشان بتضايق؟ ورق اللورا، القرنفل والحبهان، هطلعهم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هسيبه الرز يتشرب براحته. الرز البسمتي بتطفي عليه قبل ما يستوي بتكة بسيطة، يعني مش بديه التسوية كاملة، لا، اقل من التسوية بتاعته بحاجة بسيطة جدا، لان هو طول ما هو مقفول عليه بيكمل تسوية منه في نفسه. بصوا اتشرب، هقلبه تقليبة حلوة. بصوا مفلفل وجميل وازاي معايا. هقفل عليه واسيبه بقى يستوي براحته. اهم حاجه توطي النار وسيبيه. التورلي بتاعي كمان استوى وطلعته من الفرن زي ما انتم شايفين. بصوا المنظر، طعمه وريحته كانت زي القمر. بصوا الرز كمان استوى، بصوا مفلفل ازاي. الاكل كان روعه ما شاء الله، الله اكبر بجد، حاجه زي العسل. بألف هنا على اللي اكل منه. ربنا يبارك يا رب في ضيوفنا وفي حبايبنا والناس اللي بتجيلنا، ويبارك فيكم انتوا كمان حبايب قلبي وعيلتي التانية. هحط كده معلقة من السمنة واحمر فيها السوداني، وحدث زبيب كمان تشويحة مع السوداني عشان ازوق بيه الرز بتاعي. الرز النهاردة رز مبهر، رز بسمتي مبهر زي ما انتوا شايفين، شكله زي القمر ومفلفل. هحمر له بقى، مش تحمير، مجرد بس ما يسخن كده، حبة من السوداني والزبيب عشان ازوق بيه وش الرز. زي ما قلت لكم اهم حاجة في الاكل بتاعي شكله على السفرة يكون عامل ازاي. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تشويحة خفيفة قوي وهطفي عليهم، وبكده الزبيب والسوداني بتاعي جاهزين ان انا ازوق بيهم طبق الرز بتاعي. احنا كده الاكل بتاعنا كله استوى، كل حاجة بقت زي الفل والعسل. هبدأ بقى ايه
اعبي الاكل بتاعي. الكفته استوت وحطيت فيها فحميه في ورقه فويل كده وطفيتها بمعلقه من الزيت، والفراخ برضو بنفس الطريقه وقفلت عليها، بتديني طعم الشوي بالظبط. فضيت الرز في صينيه كبيره وهبدا ارص عليه الفراخ والكفته بتاعتي. اهم حاجه تزويق الاكل بتاعي، خلي العين تاكل وتتبسط كده والاكل بتاعي يطلع زي العسل. هنسمع الاذان وارجع تاني اكمل معاكم رص الصواني. نرص بقى الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. احط الفراخ كمان مع الكفته على الرز كده معايا. الرز زي ما انتم شايفين مفلفل، لونه حلو جدا وشكله حلو جدا، ريحته وطعمه حاجه كده جميله جدا. الرز المبهر النهارده والوصفه دي والطريقه دي والبهارات اللي اتحطت عليه النهارده حاجه روعه روعه روعه. خدوا الطريقه واعملوها في عزوماتكم، هيعجبكم جدا جدا جدا. رشيت عليه بقى الزبيب والسوداني، ورصيت كمان المحاشي وحطيت عليها فراخ برضو. وادي صينيه البزله باللحمه، بصوا الكفته زي القمر ازاي، والفراخ بتاعتي مستويه وزي العسل. شايفين كل حاجه حلوه جدا. اللحمه كمان في البزله استوت جدا كويس جدا. وزي العسل. بصوا ما شاء الله بتتقطع بسرعه ازاي، ما شاء الله الله اكبر. حاجه كده الاكل ريحته وطعمه وهم بجد، حاجه مش قادره اوصف لكم جمالها وحلاوتها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ده كانت وصفاتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم، يا رب العزومه بتاعتي تكون وصفاتها خفيفه وحلوه عليكم. يا ريت تقولوا لي رايكم بقى في الوصفات النهارده ايه، وتكتبوا لي تعليقاتكم الجميله في التعليقات على الفيديو، وتقولوا لي رايكم في الوصفات. ويا رب يكون كل حاجه النهارده عجبتكم، وتجربوا طريقتي وتقولوا لي رايكم فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.